قالت الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين إنها معرضة للجلد 40 جلدة إذا تمت إدانتها بتهمة ارتداء ملابس غير لائقة. وتم توقيف الصحفية المعروفة التي تكتب في جريدة الصحافة اليسارية وتعمل أيضا مع بعثة الأمم المتحدة في السودان الأسبوع الماضي في الخرطوم، واتهمت بأن ملابسها تتنافى مع قواعد النظام العام في البلاد. معنا من الخرطوم الكاتبة الصحفية لبنى أحمد الحسين. سيدة لبنى، أهلا فيك في نشرة الأخبار. بداية، ما الذي جرى بالضبط؟ ماذا كنت ترتدين وكيف تم اعتقالك؟ نعم، كنت أرتدي هذه الملابس التي أرتديها اليوم، والتي ظللت أرتديها منذ توجيه الاتهام لي وحتى هذه اللحظة. لم أغيرها إلا لأقوم بتنظيفها وغسلها ثم إعادة لبسها مرة أخرى. وجئت بالمادة 152 من القانون الجنائي المحترم شيء ما، وليس من قانون النظام العام السيء السمعة أصلا. تقول المادة 152 من القانون الجنائي: من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوك فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز 40 جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. ولاحظ إن المادة اسمها الأفعال الفاضحة، حيث أن الزي لا يخضع لأي معيار أو لأي مقياس في القانون يحدد أن هذا الزي فاضح أو هذا الزي غير فاضح. يعني الأمر متروك لسلطة الشرطة وسلطة النيابة وأي سلطة تقديرية تحدد أن هذا الزي فاضح أو هذا الزي غير فاضح. يعني وفوق ذلك أنت تخرج بعد ما يطبق عليك القانون تسمى إنك أنت مدان، تمت إدانتك تحت الأفعال الفاضحة كما يقول اسمها. يعني لذلك قمت بطباعة دعوات. نعم، يعني هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، يعني قبل أن نصل إلى مسألة البطاقات اللي قمت بتوزيعها. يعني ماذا قالوا لك من قاموا بتوقيفك واعتقالك؟ يعني هل يعني صار نوع من يعني المشادة الكلامية بينك وبينهم مثلا بناء على ما كنت ترتدينه؟ لا إطلاقا، لم تحدث أي مشادة كلامية بيني وبينهم، لكن حاولت أن أدافع عن الزي الذي أرتديه، وقلت لهم أن هذا الزي محترم جدا وأنني ظللت أرتديه، وأنه كان في يوم من الأيام زي القوات النظامية من المنتسبات إلى الشرطة والسجون والجيش. طب أين كنت؟ يعني نريد أن نعرف تفاصيل القصة سيدة لبنى. أين كنت مثلا؟ طيب. كنت بالخرطوم، ولكن أين تحديدا وأي وقت جاء عليك من قاموا بتوقيفك؟ في الوقت الساعة 11:10 مساء. كنا في صالة بتاعت حفل عام. الناس اللي في الحفل ما بين 300 إلى 400 شخص، نساء ورجال وأسر وأطفال وغيرهم. تحديدا دخل البوليس، وهو عبارة عن في الجيش بيسموها كتيبة، لكن ما أعرف في البوليس بيسموها شنو. دخل المكان واختار تحديدا البنات اللي كانوا بيرتدوا البنطلون وغادوا أمامه بصورة مزرية وركبوا البوكس، ومن ثم إلى القسم حيث وجهت لهم التهمة 152 من القانون الجنائي اللي هي ارتداء زي فاضح حسب معاييرهم هم. طب لماذا يعني إذا كان عندك معلومات، أنا قصدت نعم إذا كان عندك معلومات، لماذا تم جلد الفتيات الأخريات وهن 10 تقريبا من الجنوب كما علمنا، بينما تم تأخير يعني توجيه التهمة إليك إلى حين؟ نعم لتوضيح، هو كانوا تحت المادة دي 13، 10 منهم تمت محاكمتهم. ال10 دين فيهم 4 جنوبيات ما مسلمات، 3 منهم تحت السن القانونية، واحدة عمرها 16 سنة، 2 عمرهم 17 سنة، الثالثة هي عمرها 19 سنة. وديل تم جلدهم، المحكمة حكمت عليهم بالجلد 10 جلدات زائد الغرامة 250,000 غرامة، وتم تنفيذ الحكم في نفس اللحظة. ولأنها هي محكمة إيجازية ما في أي محامي بالنسبة لهم، وهم أصلا إذا كان في محامي ما عندهم قدرة مالية لأنه محامي، وما قادرين يدافعوا عن نفسهم لأنهم طفلات. نعم. طب أنا قبل أن أصل إلى مسألة البطاقات، وجاء المحامي البطاقات اللي قمت بتوزيعها، ربما عرفنا بأنه
أيضا هناك مسألة قبل البطاقات، مسألة يعني خوف اجتماعي بأن ربما البعض يسوقه الظن بأنه تم جلد الفتيات، وربما أنت طبعا فيما بعد وإن شاء الله لا يعني أن يسوقه الظن أنه تم جلدهم ليس فقط من أجل الملبس إنما لأشياء أخرى. إذا كان هذا صحيح عن هالنقطة، هذا صحيح، لأن المادة اسمها الأفعال الفاضحة. المادة اسمها الأفعال الفاضحة، وهي تتحدث عن زي فاضح. لنفترض أن هذا الزي أصلا فعلا يعني أنا ما أعرف معايير الفضيحة دي، وأنتم ترونني الآن بنفس الزي اللي كنت لابسه، زي ما قلت لكم أنا لي أسبوع كل يوم بلبسه هو نفسه. لكن الغض من طباعة هذه الكروت عشان لأنه إذا أنا تنفذ فيني الحكم بتاع الجلد أو مجرد دخولي للنظام العام والقبض عليه، إذا حلفت القسم صفحة صفحة لن يصدقني أحد أنني تم جلدي في موضوع بنطلون. لذلك طبعت 400 كرت دعوة زي دعوات العرس لأجهزة الإعلام، للأجهزة للوزارات، لغيرها، ووزعتها بالإنترنت عشان أي زول يجي يشوف بعينه يسمع بأذانه ما مني أنا، من الاتهام، لأنه ودي ما قضية شخصية بالنسبة لي، دي قضية بتاعت مجتمع، وقضية بتاعت النساء اللي ظلوا 20 سنة طوال 20 سنة الماضية هم بينجلدوا تحت قانون النظام العام ولا يجرؤوا على الشكوى. الواحدة فيهم بتنجلد وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تشكو. ليه؟ لأن إذا شكت أو طلعت الكلام المجتمع لا يصدق إطلاقا إنها انجلدت في بنطلون. بيأولوا الموضوع طوال لحاجة لواحدة من الكبائر. يعني تقصدين انه اذا نفذت، تقصدين بانه اذا عندها ابوها ممكن يكون عندها ابوها. نعم، هذا ما اريد ان اسالك عنه، انه اذا نفذت من مساله يعني العقاب القانوني فان بانتظارها النظره الاجتماعيه، هذا ما تقصدينه ربما. نعم بالتاكيد المجتمع الان تضامن. اشكر كل الزملاء وكل الوسائل الاعلام التي تضامنت معي، لكن اعتقد ان هذا التضامن ليس لي وحدي ولكن رد اعتبار للنساء اللي قلت انهم على طوال 20 سنه الماضيه كانوا بيتعرضوا للجلد ولغير الجلد من قبل ما يسمى بالنظام العام وتحت اسم القانون الجنائي، ولا يجرؤون حتى على الشكوى، واذا اشتكى المجتمع لا يصدق، وتظل الوصمه الاجتماعيه لهم ولاسرهم ملاحقاهم طول العمر. في مثل سوداني بيقول لك السمعه اطول من العمر، وده كلام صحيح. إذا أنت يا أخي إذا قلت لك أن الفتاة الفلانية ألغت عليها الشرطة القبض وجلدها القاضي في أفعال فاضحة، ماذا تظن؟ نعم، ماذا تظن؟ احنا في الواقع أدركنا الوقت، يعني لن تتخيل إطلاقا أن الموضوع هو فقط أخشى أن ينقطع الاتصال، أن ينقطع الاتصال معنا. هذا هو الوقت المتاح لنا لنكون معك، وتحدثنا إليك طبعا من الخرطوم الكاتبة الصحفية لبنى أحمد الحسين المدانة بارتداء ملابس فاضحة والمعرضة للجلد 40 جلدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا.